لماذا البعض منا يا إخوة أزال من ذهنه حفظ القرآن مع أنها منزلة عالية، حتى أن هناك من بعض المحدثين من استنبط من حديث يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي، استنبط منه أن الشخص الوحيد في الآخرة الذي تتوقف جميع أعمال الناس إلا هو الشخص حافظ القرآن، لأن الله يقول له اقرأ وارتقي، فهو الوحيد الذي الله يجزيه على حسناته في الآخرة. القرآن يا إخوة مع المؤمن في دنياه ومعه في آخرته. هذا الرجل الذي قيل له اقرأ وارتقي لما تفتش في حال دنياه كان مرتبطا بالقرآن، ولهذا القرآن لم يتخلى عنه يوم القيامة فرفعه درجات. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر سورتي البقرة وآل عمران قال تأتيان كأنهما غمامتان تحاجان عن صاحبها، تدافع عنه، لأن القرآن لا يمكن أن يترك صاحبه. أبو بكر ابن عبد الله المزني كان يقول من أراد خير الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد خير الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أراد خيري الدنيا والآخرة فعليه بالقرآن. رجع الفضل إلى كتاب الله. ولهذا والله يا إخوان بين أيدينا كنز عظيم.